اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة شيماء رمضان، ويلا بينا نبدأ قصتنا. السلام عليكم. أحب أعرفكم على نفسي، أنا اسمي رحمة، بنت بسيطة جدا من عيلة بسيطة، والنهاردة فرحي واللي حماتي عملته فيا ليلة فرحي مش هنساه عمري. عريسي اسمه أحمد، وكان بيقول الجملة الشهيرة اللي أي عريس بيقولها: ادخلي يا عروسة برجلك اليمين. استني عندك، اوعي تدخلي جرى يا عريس، انت ناسي العادات بتاعتنا ولا ايه؟ يما في ايه؟ ملاش لازمة يعني، بلاش. ولا انت من اولها هتعصاني ولا ايه؟ ادخلي من تحت جناحي يا عروسة. مش فاهمة، من تحت جناحك ازاي يعني يا حماتي؟ يعني من تحت ايدي يا حبيبتي، عشان تفضلي تحت طوعي زي سلفتك الكبيرة. انا اسمع كلامك وابقى تحت طوعك لما تعمليني زي بنتك، وقتها اشيلك في عيوني، لكن اللي انت بتقوليه ده اسمه تخريف. عدي الليلة يا رحمة، وعدي بقى وخلاص. يا احمد انا مش حابة كده خالص، لا مش هعمل كده. ايه هو انت هتتحايل عليها ولا ايه؟ يا تنفذي امري يا ترجعي على بيت ابوكي تاني ومن غير ولا كلمه، وشوفي بقى الفضيحه اللي هتشوفيها. يا احمد انت سامع كلام والدتك؟ ساكت ليه؟ موافق على الكلام ده؟ قلت لك عدي الليله واسمعي كلام بقى وخلاص. انا الكلمه هنا كلمتي ومفيش كلام من بعدي. وفعلا عديت، ودي كانت اول التنازلات، وبصراحه مش اخرهم. ووقتها انا اتاكدت اني اتجوزت انسان سلبي ابن امه زي ما بيقولوا. طلعت شقتي وكان مستنيني مصيبة أكبر من دي. كده يا أحمد تعملوا فيا كده في أول يوم ليا في بيتكم؟ يعني أمك تهددني وأنت ساكت؟ عديها بقى يا رحمة، احنا هنبدأ حياتنا من الليلة. عايزة بقى ليلة حلوة، ادخلي غيري هدومك يلا ما تزعليش. رحمة دخلت تغير هدومها، وهي بتغير لقيت باب الغرفة بيتفتح عليها. ايه ده؟ في ايه؟ تعالي طمني على مرات ابني وهاتي بشارة. بشارة ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ دي حاجة بين الزوج والزوجة، يعني تطمني من ابنك. اوعى حد يلمسني، ابعدوا عني. هو انت ما تعرفيش يا حبيبتي ان دي عادات وتقاليد وسلفتك اتعمل فيها كده قبلك؟ يعني مش انت لوحدك. لو مش واثقه في نفسك وخايفه من حاجه بقى دي حاجه تانية. لا طبعا واثقه من نفسي وفي تربيه اهلي ليا. حرام اللي انت بتعمليه ده. احمد يا احمد الحقني يا احمد. نروح بقى لاحمد بره، كان قاعد مستني امه والستات اللي معاه يخلصوا، وكان عارف ان ده هيحصل وسامع صوتها وساكت خالص. عدت الليله دي وكرامه رحمه اتكسرت، وبقت بتكره جوزها وكمان حماتها وكل اهل جوزها، وما قدرتش تعمل حاجه عشان اهلها وكلام الناس، عشان هما ناس بسيطه ما عندهمش غير سمعتهم، وعشان خاطر اختها اللي على وش الجواز هي كمان. وكانت واقفه في المطبخ بتغسل مواعين وبتروق المطبخ زي ما حماتها امرت بالظبط. ودخلت سلفتها اللي اسمها سهر. بقول لك يا رحمه، عايزاكي بعد ما نخلص هنا تيجي عند شقتي، عايزه اتكلم معاكي وافضفض. حاضر يا سهر، نخلص الاول بس عشان حماتك دي هتضحنا زي ما نكون عبيد عنها، وكل اللي في البيت تحت امرها. ما هم فعلا عبيد عندها. لما تطلعي بس انا هعرفك على كل حاجه، يمكن نلاقي حل. خلصوا يا اختي انتي وهي. ايه هتفتحوا مجلس الكلام ولا ايه؟ ما تخلصوا. حاضر انا خلصت اهو، وهخلص مع رحمه عشان حمل. قلبك طيب قوي يا اختي، طب بسرعه اخلصي. وكويس انها حملت، مش ارض بور زيك، دي حاجات بتاعت ربنا، بكره ربنا يديني وانا راضيه بنصيبي. بعينك يا روح خالتك، مش هتشوفي خيال العيال. وسعوا جاتكم الهم. وسابتهم وخرجت. ما تزعليش يا سهر، دي ست مفتريه. طب بس اسكتي، لا تسمعك دي مش بترحم. طب يلا بينا نطلع، انا خلصت خلاص. هي فين عشان نعرفها؟ لا دي دخلت اوضتها ومش هنقدر نخبط عليها، يلا نطلع احنا. في شقه سهر جوزها كان في شغله على طول. هاي سهر يا حبيبتي انا معاكي، قولي لي بقى في ايه؟ انا هحكي لك حاجه عرفتها، وهي دي بقى كانت سبب سواد حياتي كلها من حماتي. يا ساتر يا رب، ليه كده؟ طيب قولي لي يا بنتي واحكي لي. انا عرفت بس نص الحقيقه، والباقي عند حماتي وما عرفتوش. بس لما عرفت ان انا عرفت ربطتني وحرمتني من اطفال. يا لهوي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ازاي الكلام ده؟ احكي لي على طول. الحكايه بدات لما بالصدفه كنت رايحه المطبخ، كنت بعدي قدام الاوضه المقفوله دي، وزي ما حماتي قالت لك ممنوع حد يقرب منها، فاكره؟ ايوه فاكره، بس ما كنتش عارفه ليه. كملي. سمعت صوت راجل كان بيقول ارحميني انت ايه شيطانه. فبصيت من فتحه الباب واتصدمت من الراجل ده طلع حمايه اللي المفروض مات. انا بقى عرفته من الصوره عشان لما اتجوزت كان متوفي، ولقيته كمل وقال لها عايزه تعملي فيا ايه تاني؟ وحماتي ردت عليه وقالت بجبروت: هو انا لسه عملت فيك حاجه؟ ده انا لسه ما خلصتش، صبرك عليا بس، ده انا هخلص عليكم كلكم. يعني كل الشر ده وما خلصتيش؟ خليتيني قاعد مشلول، واختك المسكينه بقت لا حول ليا ولا قوه، وسحرتيني لما خلفتي الولدين، وكرم ربنا ان السحر اتفك وفقت من سحرك، وبعدها خليتيني قاعد مشلول برضه بسحرك وتعويذك. منك لله حتى ولادك مسحورين عشان يبقوا تحت طوعك. ولسه هيكمل لقيت حماتي فجأة حطت حاجة على بقه وراحت على الباب
قبل ما استوعب وهرب قبل ما تشوفني لقيتها قدامي. من الوقت اللي انت سمعتي فيه الكلام ده خلاص بقيتي ارض بور ومش هتخلفي، ولو عرفت ان لسانك ده نطق بنص كلمه هخليكي خرصه العمر كله. مفهومه بيت؟ ايوه حرام عليكي. وسعي. مفهوم. مش هنطق، مش هقول لحد حاجه. نرجع فلاش باك. ايه ده؟ يا لهوي دي شطانه، ازاي تعمل كده؟ انا خايفه يا رحمه ونفسي اخلص من البيت ده. اول حاجه لازم نعملها لازم نفك ازواجنا من سحرها. ايوه ازاي يعني هنعمل كده؟ هقولك، انا خالي بقى شيخ جامع وبيفك الحاجات دي لوجه الله، هنروح له يساعدنا. طب هنخرج ازاي بس؟ دي زي ما اكون كده سجنانه. هقولك تعملي ايه، بس انتي تنفذي بالحرف الواحد وما تخافيش منها، العمر واحد والرب واحد. اسمعي، انتي بكره هتعملي. وحكت لها. تاني يوم كانوا بيروقوا شقه حماتهم زي كل يوم. سهر فضلت تصرخ من بطنها. ايه ده مالك يا زفته انتي؟ ما انتي كنتي لسه حلوه من شويه، في ايه؟ بطني يا حماتي بتوجعني قوي، بتموتني يا حماتي، وديني المستشفى. نعم؟ لا طبعا مش هروح في حته يا اختي، ياكش تموتي ونخلص منك. اعمل لك ايه يعني؟ اوديها انا يا حماتي لحسن يحصل لها حاجه وتدخلي بقى في سنوجين. خديها يا اختي ياكش نخلص من قرفها ومنك انت كمان. رحمه سندت سهر وخرجت بيها بره وراحوا على طول لخالها. برافو عليكي يا بنتي يا سهر، ده انا صدقت انك تعبانه بجد. اسكتي، ده انا كنت مرعوبه لا تعرف ان انا مش تعبانه، ولقيت بجد بقى بطني وجعتني بجد، كل ده من الخوف. طب يلا يا اختي وصلنا اهو، ادخلي ده بيت خالي. ورنت الجرس وفتح لها خالها لانه عايش لوحده ومش متجوز. اهلا بالغاليه بنت الغاليه، ادخلي يا رحمه يا بنتي، وحشتيني، اخيرا افتكرتيني. انت اللي وحشتني اكتر والله يا خالي، بس حكم القوي بقى اعمل ايه؟ معلش انا اصلا الست حماتك دي مش بقدر اجتمع معاها في مكان، ما اعرفش ليه. انا هقول لك ليه يا خالي. اسمع، دي سهر سلفتي مرات اخو احمد جوزي، وعرفت حاجات شقبتني عن حماتي. ايوه انا هحكي لك يا خال، بس بالله عليك لازم تساعدنا عشان نخلص بقى من شر الست دي. طب احكي يا بنتي، افهم الحكايه كلها وبعدين اقول لك هنعمل ايه. وبعد شويه الخال بيقول. ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دي شيطانه يا جماعه. اولا استني فك اللي عملته فيك يا سهر، وباذن الله هتحملي، وبعد كده اديكم حاجه شربوها لجوزكم، هي ميه ومري عليها قران، هو اللي هيفك كل شر من عندها. بجد يا خالي؟ طب نتصرف ازاي مع الست دي لو عرفت حاجه ممكن تموتنا. ربنا يستر ما تعرفش حاجه لحد ما اقدر اعمل حاجه تبطل كل افعالها من بيت، وحاولوا تفهموا جوازكم بعد ما يشربوا يعني ميه دي عشان يرجعوا لعقلهم. حاضر يا خالي، ربنا يحميك يا رب. اشربي يا ساره يا بنتي ميه دي هتخليكي زي الفل، والمصاحف دول واحد ليكي يا بنتي وواحد لرحمه، هيحميكم من شر الست دي عامله سحر على البيت نفسه لحد ما نلاقي لها حل بقى. وبعد بقى ما تشربوهم ميه تدوم المصاحف دول كل واحد فيهم مصحف، ويلا روحوا بقى عشان ما تاخدش بالها من تاخيركم، وهاتوا اي حاجه المعده من اي صيدليه عشان ما تشكش فيكم. وفعلا روحوا البيت وكل واحده اخدت المصحف بتاعها، وبالليل عملوا عصير بالميه اللي اداها لهم الخال وشربوها لجوازاتهم. رحمه، هو انا ليه حاسس كده براحه غريبه عمري ما حسيت بيها من زمان، زي ما يكون كان في هم كده على قلبي واتزحمن على قلبي. هحكي لك حاجه يمكن مش هتصدقها، بس اتمنى تصدقني وتساعدني يا احمد. احكي يا رحمه، انا عارف ان انت مش هتكدبي عليا ابدا، قولي يا حبيبتي. من الاخر كده باباك ما ماتش زي ما حماتي مفهماكم، ده محبوس في الغرفه المقفوله، وكمان عامله له سحر خليته مشلول، وكانت عامله لكم انتوا كمان سحر. ايه التخريف دي؟ شكل كده جننتي. بقى امي هتعمل كده ليه؟ هي شيطانه ولا ايه؟ لا مستحيل. ليه بتقولي كده؟ احلف لك بيه يا احمد، صدقني ومستعده اثبت لك كل حاجه واسمعك من سهر مرات اخوك، وكمان هوريك ابوك بعينك، بس لازم امك تكون بره عشان ما تعرفش. طيب خليني وراكي لحد يعني ما تثبتي لي. واسمعي، امي خارجه بره زياره المقابر بتاع كل شهر ومش هتبقى في البيت اما نشوف بقى. وفعلا تاني يوم ام احمد خرجت على المقابر، واحمد وسهر واخو احمد كمان، لان سهر هي كمان حكت له الحكايه، كلهم اتلموا مع بعض. اهو ابوك بقى في الغرفه دي. ايوه بس الباب مقفول، هنعرف ازاي؟ في ايه يا احمد؟ بص من فتحه المفتاح. واحمد بص فعلا. ايه ده؟ ايوه ده ابويا جوه. بابا انت سامعني؟ هنكسر باب. لا اوعوا تكسروا باب هتتاذوا، وخدوا بالكم من امكم لو عرفت هتاذيكم. لازم تفكوا العمل اللي على باب الغرفه، وبعدها تفكوا العمل اللي على باب البيت الكبير، واوعوا امكم تعرف اي حاجه، انتوا فاهمين؟ ما تخافش علينا يا حاج. احمد اكسر باب يلا. وفعلا احمد كسر باب. فهمنا يا بابا في ايه اللي بيحصل ده؟ واللي ماما قالت لنا ان انت توفيت. فهمنا يا بابا. امكم زمان كانت بتحبني قوي، بس انا ما كنتش بحبها، كنت بحب اختها وخطبت اختها من غير ما اعرف بحبها ده. امكم بقى اتجننت اول ما عرفت ان هي اخت اختها، وراحت لواحد ساحر عمل لها عمل لاختها، والعمل ده جننها وخلاها مش عارفه حد. وفي الوقت ده حسيت ان انا مش طايقه اشوف البنت اللي انا كنت بحبها. والغريب بقى اني خطبت امكم، وطول فتره الخطوبه كانت بتتعلم السحر عند الدجال ده، واتعلمت منه كل انواع السحر، وفضلت سحراني لحد ما في يوم وبعد الجواز بكتير قابلت واحد. الراجل ده صاحبي وشيخ، كان قريب مني جدا،
بس كان مسافر الفتره دي وشك ان انا مسحور، وقرأ ايات من القرآن الكريم على ميه وفك السحر اللي كانت عاملاه. بس كانت خلفتك يا احمد، ولما عرفت بقى من طريقتي معاها وعرفت ان انا نويت اقف جنب اختها اللي هي جننتها ورمتها في مستشفى المجانين، اتجننت بقى. طب وجدي وجدتي كانوا فين؟ يعني ما عرفوش ان بنتهم بتعمل كل ده؟ لا، دول من حسرتهم على بنتهم اتوفوا على طول، وامكم ما لقيتش قدامها حد يكسرها. المهم بعد ما عرفت ان العمل اتفك عملت لي عمل تاني، ما اعرفش ازاي امنت لها، وشربت من ايديها ميه بعد اللي عرفته، ولقيت نفسي وقعت. كنتوا صغيرين، حطتني في الاوضه وقالت مش هتبقى لحد غيري، ولو هتبقى لحد غيري يبقى مش هتبقى لا ليا ولا لغيري، وحبستني هنا زي ما انتوا شايفين. طيب خالتي فين يا بابا؟ نشوفها يمكن نقدر نساعدها. للاسف يا ابني انتحرت من الجنون اللي صابها. دي كانت زي البدر المنور وقلبها زي الحليب. منها لله. يلا اخرجوا بقوا في الباب. روحي يا بنتي هاتي دي من جوه، رشي على الباب وراكم عشان ما تعرفش انكم دخلتوا، واعملي كده قبل ما تيجي. هي بتعمل كده بسرعه، واوعوا تبينوا لها اي حاجه. اوعوا يا ولاد، دي شطانه. خرجوا كلهم من عنده وهما زي التايهين. يلا يا سهر خدي جوزك وعلى شقتك قبل ما تيجي، عشان لو شافتنا مع بعض هتشك طبعا، لحد بقى ما نعرف هنعمل ايه. عندك حق، يلا يا سهر. في شقه سهر. يا حبيبتي يا سهر، كل السنين دي متحمله كل ده عشاني؟ حرمتك من الخلفه وتحملتي الحياه هنا عشاني. يا محمد انا بحبك، انت جوزي وحبيبي، وباذن الله دي هتبقى غمه وتتزاح. هتتزاح ازاي؟ دي امي، ده انا مكسوف انها امي، لو بايدي كنت اخلص عليها، لكن دي امي. اتصرف ازاي بس يا سهر؟ سيبها لله يا حبيبي وهو هيدبرها. المهم ومصلي ركعتين لله، اوعى تصلي قدامها ولا تبين لها حاجه. حاضر يا حبيبتي، ربنا يستر. وعند احمد ورحمه. هنتصرف ازاي يا رحمه؟ يا ريتني ما اتاكدت ولا سمعت حاجه. حاسس خلاص ان دماغي تتشل. بقى في بشر بالشر ده كله؟ ازاي؟ انا مش مصدق. اللي زعلان عليها دي خالتك اللي عمرها راح حضر، يا عيني عليها. ازاي اختي تعمل كده في اختها؟ ازاي؟ علي مش مستوعب خالص. ربنا كبير يا احمد. طب هنعمل ايه وهنتصرف ازاي؟ ما تقلقش، هنروح بكره على خالي وهو هيتصرف. ما هو خالي هو اللي ادانا الميه اللي فكنا بيها سحركم، وعشان انا مش هعرف اروح له تاني هتروح انت. ونروح لأم احمد في شقتها وبتتمتم بكلام غريب كده اكون جددت العهد. مش هسيب كل حاجه تروح من ايدي، لازم الكل يبقى تحت سيطرتي. منك لله يا ساميه، منك لله. انت شر ماشي على الارض. ما هو كله منك انت. ما هو لو كنت حبيتني انا مكانها كان حصل ايه يعني؟ ده انا حبيتك حب ما حدش حبه لحد قبل كده، وانت حبيت اختي وهي راحت بسببك. كل اللي حصل ده بسببك انت. بسببي انا ولا بسبب شرك؟ بس ليكي يوم، عمر الشر ما بيدوم، وليكي نهايه سودا وهتبقى قريب جدا، وربنا مش هيسيبك. اسكت خالص لحسن اخلص عليك، انت حر. خلصي عليا، خليني ارتاح منك ومن شرك. مش هسيبك ترتاح ابدا، وهتفضل تتعذب بسبب كرهك ليا. كان زماننا عايشين اسره سعيده زي اي حد. انت ما تستاهليش تبقي بني ادمه، وقريب هنخلص من شرك. شايفاك بتتكلم بثقه قوي، يا ترى ايه السر؟ هتشوفي ربنا يعمل فيك ايه. منك لله. وتاني يوم احمد راح على خير رحمه. رحمه حكيت لي على كل حاجه، وامك عامله سحر اسود لابوك وده مخليه مش عارف يتحرك. لازم اروح بكم واعمل الاول جلسه علاج لابوك، وبعدين هنشوف العمل مدفون فين وهنفك. طب هنعرف ازاي بس؟ هم حلين. الاول امك تعرفنا مكانه، واعتقد ده مش هيحصل. والتاني بقى نستنى لحد اول الشهر ونراقبها وهي بتروح تجدده زي كل شهر عربي. الحل الاول مستحيل يحصل ومستحيل تعرفنا مكانه، يبقى نستنى للشهر الجاي. بس لازم في اقرب وقت اشوف والدك، لازم باذن الله. بس هنعمل ايه في الشهر ده؟ هنسكت؟ لا مش هنسكت. هنعمل جلسه زي ما قلت لك، وهديك ميه ترشها في البيت، هيضع في العمل ده شويه عشان يسهل مهمتنا فكه. خد دي الميه دي ترشها في البيت، وخصوصا بقى على عتاب البيت، وتشغل قرآن على طول في شقتك انت واخوك. وطبعا عشان صعب تشغله في البيت تحت عند والدتك هنكتفي بالميه دي دلوقتي. احمد روح البيت ورش الميه في البيت تحت، وطلع رش في شقته هو واخوه. كانوا قاعدين كلهم بياكلوا وخايفين تكون امهم حاطه حاجه في الاكل. مالكم مش بتاكلوا ليه؟ الله. بناكل اهو يا ماما، بس انا ماليش نفسي اكل. ليه يا ابني؟ حاسس بايه؟ احكي لي. ولا حاجه، شبعان بس. طب لما الجوع يبقى كل. هو انت يا ست رحمه كلي عشان حفيدي يطلع كويس. حاضر يا حماتي هاكل اهو. هو انت يا سهر ايه نفسك مسدوده انت كمان ولا ايه؟ لا اصلا انا اكلت وانا بعمل اكل. ما هو مال سايب، ما وراكيش غير الاكل. جوزك فين يا بت؟ هو في الشغل لسه ما جاش. طب قومي يا اختي شيل الاكل، سدته نفسي. بقول لك ايه يا احمد؟ ايوه يا امي. نعم في ايه؟ انا هسافر يومين كده مشوار ضروري. ها فين يا امي؟ خير ان شاء الله. هروح على طنطا هزور السيد البدوي وهقعد عند خالتي هناك. ماشي يا ماما، ترجعي بألف سلامه. تحب اجي معاكي؟ لا مش هينفع يا ابني، مش هينفع تسيب مراتك، خليك هنا. بقول لكم ايه يا جوز نسوان انتوا، هما يومين بس اللي هسيب البيت. تفتكروا انكم بقيتوا براحتكم؟ هقطع خبركم. انا قلت اهو. فاهمين؟ ايوه فاهمين يا حماتي. حاضر. والاوضه المقفوله لو حد قرب منها يبقى حكم على نفسه بالموت. يلا كل واحد يروح على شقته. يلا. تحت امرك يا ماما. يلا يا جماعه اطلعوا يلا.
سامية دخلت الغرفة على الأب. اسمع يا راجل انت، انا اخونك. ما تبصش كده، هروح اخونك يومين اعيش فيهم حياتي بفلوسك، فاهم؟ هخونك بفلوسك. انت مريضة، والله العظيم مريضة. غوري الى ما ترجعي. ايه انت مش غيران عليا ولا ايه؟ مش زعلان ان انا هخونك؟ مش محروق دمك ولا تهز مني شعره؟ اصل انت ما تعرفيش ان جوازنا ده اصلا باطل عشان كنت مغيب وعمياني بالسحر. يا ساحره يا لعينه، يعني انت كده مش بتخونيني؟ لا خالص، انت اصلا رخيصه، بعتي دينك وشرع ربنا وبعتي نفسك للشيطان. يا لعينه يا ملعونه شيطانه. يا اخويا بطل كلام فارغ، الاكل جنبك يكفيك 3 ايام، عشان يعني لو اتاخرت في رحله الخيانه اقصد المتعه. يلا ما عطلكش بقى. وسابته ومشيت. سافرت ساميه واحمد جري وجاب الخال. ولما الخال جه، ايه ده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زي ما يكون داخل قبر ولا اعوذ بالله. والعمل يا خال، هنعمل ايه دلوقتي؟ اللي ربنا عايزه هو اللي هيكون. تعال نشوف والدك. اهلا وسهلا، اتفضل. وبعد شويه خرج الخال وهو واضح عليه تعب. خير يا خال، عملت ايه مع بابا؟ يا ابني العمل سفلي وشديد قوي، بس كل عقده والقران بيفكها. فكنا عقد كتير ودلوقتي الدور على البيت، بس مش النهارده انا تعبت قوي ومحتاج حاجات اجيبها معايا. يلا سلام عليكم. واحمد دخل لوالده. بابا حبيبي عامل ايه دلوقتي؟ حاسس براحه عن الاول يا ابني يا احمد. بقول لك ايه يا احمد، تعالى. ايوه يا بابا نعم، في ايه؟ تعالى يا ابني في حضني. الله يجازيها، حرمتني منكم. ويمكن الحاجه الوحيده الحلوه اللي امكم عملتها انها جابتكم ليا. عارف انا لو مت يا بابا يا حبيبي، بعد الشر عليك، ده الموت هيبقى راحه يا ابني. انا بقالي سنين عايش ميت، امك حكمت عليا بالموت وانا عايش لسه عشان تعاقبني على حب الحياه. حياه حبيبتي اللي صح يا ابني. فين محمد اخوك؟ احمد خايف من وقت ما عرف يا بابا، وفضل يتلكك بقى على الشغل وسافر ومش هيرجع غير لما كل ده يخلص. قلبه ضعيف، ربنا يهديه يا ابني. انا فرحانه قوي اليومين دول، انا عايزه اخرج بقى من الغرفه الميته دي واقعد على السفره معاك. بس كده من عيوني، هنتغدى كلنا بره على السفره. بجد يا رحمه يا بنتي؟ بجد طبعا، انت تؤمر. عايزين نعمل النهارده اجمد غدا للحاج الكبير، فاهمه يا معلمه؟ يلا بينا. شكلهم ولاد حلال قوي ودمهم خفيف، ورحمه شكلها جدع وبنت اصول جدا يا بابا. دي جدعه قوي. الله، شكلك كده بتحبها قوي يا واد. بصراحه بحبها قوي، وكمان هتبقى ام ابني، ما هي حامل. الف مبروك يا ابني. عارف يا ابني نفسي في ايه؟ نفسي كده اعيش لحد ما اشيل ابنك على ايدي. هتعيش وهتخف وهتمشي باذن الله، ومش هنسيبك تاني مهما حصل. ربنا يسترها معاك يا ابني. وبعد شويه كانوا قاعدين على السفره. ايه رايك بقى في الاكل يا بابا؟ قول الاصناف اللي حلوه والاصناف اللي مش حلوه، عشان اقول لك عمايل ايديا وعمايل ايد سهر. المحاشي جميله قوي. والملوخيه يا بابا مش حلوه ولا ايه؟ لا يا سهر، جميله خالص، بس المحشي بقى اجمل من الملوخيه، صح؟ لا، هو قال الملوخيه جميله. تيجي ايه انت جنبي في الاكل يا بنتي؟ ده انا ولا الشيف الشربيني. طب قول انت يا بابا، اكل مين اجمل؟ اكلكم انتوا الاثنين حلو قوي. بقالي سنين كتير قوي ما اكلتش اكل بالجمال ده ولا الحب ده. باذن الله يا بابا هتاكل من ده كتير. طب انا عايزه انام، بس في مكان بقى غير الاوضه المشؤومه دي. بس كده من عيوني يا بابا، يلا بينا. احمد دخل اوضته قبل ما يتجوز ونام نوم عميق لتاني يوم. الله على الراحه يا خال، الله على القران، فعلا غذاء للروح. القران اكسجين المسلم، من غير قران المسلم ما يقدرش يعيش، بيبقى في حاجه ناقصه في اسلامه. طيب يا خالي، لما حماتي هتيجي بكره هنعمل ايه؟ لازم نحط عيوننا عليها، لان بكره اول الشهر العربي وهنعرف مكان العمل فين. هسيبكم دلوقتي وما تنسوش عيونكم لازم تبقى عليها. انا همشي دلوقتي عشان صلاه العصر. خدوا بالكم من نفسكم، والصلاه اهم حاجه. صلوا كل الفروض والاذكار والقران، هم دول اكبر تحسين من اي عمل وحش واي ضرر كمان. لا انس ولا جان هيقدر يأذيكم باذن الله يعني. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف شكر يا خال، ده واجبي يا ابني، وبعدين لسه لما نخلص من الخطوه الاخيره. مشي الخال ورحمه وسهر واحمد دخلوا يطمنوا على الاب. صباح الورد يا بابا، كل ده نوم؟ يا ابني صحيت على صوت القران الجميل. انا نمت نوم ما نمتوش من سنين. نوم الهنا يا رب. يلا عشان تتغدى. جوعتنا جنبك يا سي بابا، ينفع كده؟ اليوم عدى بسعاده على العيله والشيطانه بعيد عن البيت. واليوم التالت جه وجيت مع ساميه تاني، وكانوا رجعوا الاب الغرفه وهي دخلت حطت الشنط وخرجت من غير كلام مع حد، زي ما تكون مستعجله. يلا يا رحمه، اكيد اخيرا رايحه المكان، بس احنا بقينا بالليل، هكون رايحه فين دلوقتي؟ مش مهم، يلا بس بينا. وبعد وقت مش قليل رجعت ساميه وشكلها مرهق جدا، ودخلت نامت حتى ما بصتش على جوزها من تعبها. قومي يا شطانه قومي، نايمه ولا كانك عامله حاجه؟ بتنامي ازاي يا شيخه؟ ايه ده؟ انت ايه اللي وقفك على رجلك؟ ازاي؟ ايه مستغربه صح؟ مش ده برضه المرحوم بابا اللي فهمتينا ان هو توفى صح؟ ومن غير ما تقولي ازاي، اصل كلام في سرك الاعمال كلها اتفكت. وعرفنا كل حاجه، والعمل اللي عملتهولي وربطتني بيه خلاص اتفك، والعمل اللي عملتيه للكل اتفك خلاص، وحماية خف وبقى يمشي اهو، والبيت بقى نضيف
من القرف اللي انت كنت بتعمليه. ها احمد انت ابني، دول كدابين يا ابني. بقى تصدق امك تكون بتاعت الاعمال؟ اصدق ايه بس؟ ده انت كنت معايشانه على الاعمال. انت زي بني ادمه، مش هقولك انت زي ام عشان ما فيش ام تعمل كده. طب ازاي اخت؟ ازاي اخت تعمل في اختها كده؟ عملت فيكي ايه؟ حرام عليكي. حياه عملت كتير، اخدت حب ابويا وامي، كانت رقم واحد عندهم، واخدت كمان حبيبي مني، حب عمري، حبها هي وانا لا. اخدت الجمال والادب والاخلاق والحب والتعليم، خدت كل حاجه. دي كان فاضل سنه وتبقى دكتوره، وانا حتى الثانويه العامه ما عرفتش اخدها. بكرهها وبكره الكل. انا هندمكم كلكم، هندمكم، ومحدش هيعرف يقف قدامي. ده انا ساميه اللي خليت حياه اختي تتجنن، وسجنت حبيبي ليا انا لوحدي. اطلب مستشفى الامراض العقليه يا ابني، على اطر منها. وبعد شويه فعلا جم واخدوها، وهي عماله تهزي بالكلام، كل كلامها غير مفهوم، وكل حاجه رجعت طبيعيه. وجت مكالمه لاحمد من المستشفى ان امه انتحرت. معلش يا ابني، انا عارف انها مهما كانت امكم، لكن دي نهايه طبيعيه لعملها السودا كلها. عارف يا بابا، بس دي مهما كانت امي. معلش الله يسامحها وعقبها عند ربنا. بقول لك ايه، هو اخوك لسه مسافر ولا ايه؟ اتصل بيه يا ابني، خليه يجي، قول له خلاص الحكايه خلصت. حاضر يا حاج من عيونه. احمد الحقني يا احمد. مالك يا رحمه؟ مالك يا بنت؟ بولد. هكون مالي يخرب بيت غبائك، ودوني المستشفى انا بولد. رحمه ولدت وسهر حملت، والحياه رجعت طبيعيه تاني. والخاسر الوحيد كانت ساميه، خسرت دينها ودنيتها واخرتها. حتى رحمه خسرتها، ملهاش رحمه. الحقد والشر والغيره مفيش خاسر غير صاحبهم. هتزرع خير هتحصد خير، هتزرع شر هتحصد شر. ولحد هنا خلصت القصه خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.